عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جالكم النهاردة بمنيو جديد لرمضان. برضو للدوخ تعمل ايه النهاردة اكل. تعالوا نشوف هنعمل ايه اكل النهاردة. بس قبل ما نبدأ ونقول ايه مع بعض، مع انكم شايفين يعني عايزين نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نقول هنعمل ايه النهاردة. هنعمل مع بعض لحمة راس تحفة، بحبها جدا انا وكل اللي في البيت، يعني انا وجوزي والولاد بنحبها جدا. وبامية، وهعمل جنب الاكل دوت قمر الدين ان شاء الله النهارده مع بعض. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. اللي مش عارف تعالوا نشوف هنعملها ازاي. وكمان هنعمل اول مقلب على القناة. تعالوا نشوف ايه هو المقلب. يا زوري تعال. بقولك ايه، مش انت كنتي عايزة تاكلي قمر الدين؟ مش عايزة؟ عايزة؟ بس انا صايمة. انت ايه؟ بس انا صايمة. وانا مش هقول لحد. الحمد لله مش هقول لحد. بس مش ينفع، مش ينفع عشان ربنا قال لو انت صايم وعارف مش ينفع تفطر. خلاص براحتك، انا قلت ايه اشوفك لو عايزة. لو عايزة عينك هتطلع عليها. مش عايزة؟ مش عايزة. يا ريت. ممكن اكل بعد ما نخلص يوم. بعد الصيام؟ لا انا بحسبك دلوقتي ممكن تفطري يعني ولا حاجة، بس انا عارفة انك بتحبي قمر الدين قوي. ها؟ تفكري؟ لا مش ينفع. بابا جايب 2، ممكن اخد من التاني. مش هتاكلي يعني؟ مع اني ممكن اقول لأسيل واشوف أسيل يمكن ترضى. ما تيجي من الدرس بقى. أسوي مش هتقولك لأ. ايه ازاي انت مثلا أسوي مش عايزة يعني تفطري؟ مش عايزة. طب خلاص امشي بقى. وده يا جماعة كان مقلب في جوري، وجوري أثبتت إنها جامدة. يلا بقى نعمل قمر الدين. بصوا حبايبي، أنا دلوقتي قطعت قمر الدين كده صغير خالص، ماشي. وهحط له بقى السكر بتاعه. أنا هحط له 8 معالق سكر، 8 معالق كبار، لأنه طبعا أنا قطعت الورقة كلها بتاعت قمر الدين. أنا كده ما عدتش 6 7 طبعا تقريبا كده هما 7 8 على ضمانة جوري، ماشي. عايزه اقول لكم دلوقتي ثانيه واحده يا جوري، عايزه اقول لكم دلوقتي الساعه 3:30 و5، فقبل الفطور لو سمحتي وسعي عشان ما تعمليش عليا. هنحط له بقى ميه السخنه بتاعته، بس كده. حطيه بقى مكانه، وهسيبه بقى ايه يسيح براحته. هحطه على السفره ثانيه، اروح حطه على السفره يدوب خالص كده، وهغطي عليه وهسيبه بقى كده على السفره شويه عقبال ما ايه اخش على الغدا. لا انت تكملي شويه وما تفطري. لا هقدر. حطيت حبه رز. لا هقدر ليه كده؟ رز لا بنين. هكمل. انت شايفاكي جايه تعبانه من الدرس. هسامحني مستحيل ان شاء الله. انت ليه ماسكه الشنطه بتاعت الدرس؟ هتفطري ولا ايه؟ لا متاكده؟ اه اوه يا جماعة، ده كان تاني مقلب أعمله النهاردة، مرة بجوري ومرة في أسيل، والاتنين مش عايزين يفطروا نهائيا. بصوا حبايبي، دلوقتي أنا هنضف لحمة الراس. أو نضفتها، نقعتها كذا مرة في مية وأكبها وأحط مية وأكبها وأحط مية وأكبها لغاية ما لونها بقى كويس، ورحت نازلة بقى عليها بحبة ملح بدقيق زي ما انتوا شايفين كده علشان تبقى نضيفة فل خالص. وحاطة مية وبصل على النار بيتغلوا. اول ما تغلي خالص هروح شاطفه اللحمه، واروح ايه حطها يعني سقطها في الحله. تمام، شايفين بقت نضيفه كده. مش هحط لها ليمون، او ممكن احط لها ليمون مش عارفه، هشوف يعني. انا عندي ليمون، فلو كده ممكن اجيب ليمونه واروح عصرها عليها تبقى انضف يعني. بصوا حبايبي،
اللحمة بقت زي الفل ازاي، وميتها نضيفة وصافية، ولا دم ولا اي حاجة فيها، ولا شعراية ولا اي حاجة، زي الفل. هنزلها دلوقتي، بصوا معاكم اهو المية اهي اخضرت من البصلاية. هنحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد ملوش تاني. بسم الله لا قوة الا بالله. طبعا بالراحة كده عشان ايه المية ما تنطرش المية السخنة بتاعتها. ماشي، هنسيبها بقى كده على النار تاخد غدي مع نفسها، ونخش بقى في البامية بتاعتنا. وهعمل حبة رز ابيض كده، وهوريكم طبعا البامية، لان انا هعمل طاجن بامية. انا هسلق اللحمة كويس جدا، وهعمل برضو البامية في حلة، وبعدين يعني مش هخليها البامية استوت قوي، 3/4 سوا، وهروح احط عليها اللحمة في الطاجن وعلى الفرن. بصوا يا حبايبي دلوقتي البصلة اهي عملتها، حاطة معاها سمنة وزيت. وكنت شايلة اللي هي في الفريزر اللي هي مقطعاها كده مكعبات، ولما بحتاجها بروح مطلعاها تمام كده اهو. وكمان دقيت التوم، حاطة توم وملح وفلفل اسمر ومكعب مرقة دجاج. هستنى بس البصلاية تصفر شوية، هروح حاطة عليها التومة بتاعتي، وبعدين هنزل بطماطم. ادي عصير الطماطم بتاعي ضربته وحطها في المصفى، وايه وهعملها دلوقتي ايه هصفيها يعني من التفل بتاع الطماطم، وبعدين هحطها بقى ايه على الباميه. تعالوا يا حبايبي اقول لكم انا ازاي بعمل الرز اللي هو زي اللي في برام بالظبط، بس هعمله على البوتاجاز في حله، وهيطلع زيه زي احسن برام بطريقه بسيطه وسهله جدا. انا هنا غاسله كيلو كوبايه ونص رز، غسلها كويس جدا، ومعايا هنا كوبايه لبن هحطها كده معاكم تمام. وهجيب نص كوبايه ميه اهو بالشكل ده كده من نفس الكوبايه تمام كده. يبقى احنا حطينا العيار بتاعنا. وعندي هنا قشطه هفضيها احطها دلوقتي هنا، يا اما هخليها معايا لما الرز يشرب اللبن بتاعه واروح حطها على الوش. وهحط دلوقتي معايا سمنه كريستال. طبعا ما عنديش سمنه بلدي، لو عندي كنت حطيت، بس مش ده ما يمنعش ان انا اكل رز بلدي يعني. رز بقى في برام كده زي الفل. وهحط الملح بتاعه عادي جدا كأني بعمله بالميه تمام. هحط بقى الملح الاول، ادي الملح، احط معلقه كده ومعلقه كمان، لان المعلقه دي صغيره، بس هو كده تمام قوي، مش محتاجين اكتر من كده تمام. وهنزل بقى بمعلقه ونص كريستال اهو كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. حطيت السمنه بتاعتي، هبدا بقى اقلب عشان الملح يتوزع في كل الرز بتاعي، وهروح مغطيه عليه وحطاه على البوتاجاز. اول ما يتشرب هروح حاطه عليه القشطه بتاعتي الحلوه دي، واسيبه بقى ايه لغايه وقت الفطار. تعالوا بقى نشوف الباميه بتاعتنا لسه بتستوي هي. بصوا يا جماعه الباميه خلاص استوت في الحله، ودلوقتي الساعه 6 بالظبط، فاضل ربع ساعه على الاذان. هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تطلع.